السلام عليكم. لو انت منشئ محتوى على اليوتيوب وعايز تبدأ وعايز تنجح، تابع معانا الفيديو ده للآخر عشان بإذن الله هتطلع بنصائح هتفيدك جدا جدا جدا. تمام. أول شيء هي الاستمرارية في نشر الفيديوهات، وديت هنفضل نقولها ونعيدها لحد ما انتوا ما تنجحوا. تمام. وهنفضل نقولوها كتير عشان دي أهم شرط. تمام. وتاني شيء انك تهتم بالصور المصغرة. تمام. عايز تنجح، بص، اركن الحاجات السلبيات على جنب. اركن السلبيات على جنب وفكر في الايجابيات فقط. تمام. وقبل ما نبدا بس ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشترك في القناه. تمام. وسيبك من السلبيات وسيبك من كلام الناس عشان محدش هيتمنى لك الخير طبعا. واستمر، اضغط على نفسك، هتنجح. صدقني هتنجح، عشان خاطر مفيش حد اسمه بدأ وضغط على نفسه واسمه ما نجحش. كل الناس بتنجح. ليه؟ مين اللي ما بينجحش؟ اللي ما بيستمرش، اللي بيفكر في السلبيات قبل الإيجابيات. تمام. اللي اللي بيفكر مثلا في ايه، اللي ما بيستمرش اصلا في نشر الفيديوهات، ما بيعملش اي حاجه عشان وعايز ينجح. يعني انت ولا بتصور ولا بتعمل اي حاجه وعايز تنجح، هتنجح ازاي؟ مش هتنجح. هتنجح ازاي؟ حد هيعرفك؟ حد هيعرف افكارك؟ حد هيعرف ايه محتواك؟ حد هيعرف ايه دنيتك دي؟ طبعا لا. تمام. فكر في الايجابيات وسيبك من السلبيات. فكر في قدام، ما تفكرش لورا. تمام. ابدا صفحه جديده وابدا في نشر المحتوى وطور من نفسك. لو عندك اي مهاره نزلها، عندك اي خبره نزلها. علم الناس، فيد الناس، وباذن الله انت الكسبان مش اي حد. ما انت بتعمل كده بتعمل لنفسك، ما بتعملش لحد تاني. تمام. اعمل لايك واشتراك بس الاول. يعني انا حاليا انا في التصوير وكده، انا اتعلمت المونتاج، اتعلمت عمل صور مصغره، اتعلمت كتابه العناوين، اتعلمت ان انا اقف قدام الكاميرا، وده هنبقى ننزل لها فيديو تاني برضه. تمام. اتعلمت حاجات كتير في خلال وقفتي قدام الكاميرا دي. تمام. ليه انتوا شايفين ان انا مش بمنتج الفيديوهات بتاعتي؟ طبعا السؤال ده هيتكرر كتير وهيتسأل كتير، ليه انا مش بمنتج الفيديوهات بتاعتي؟ هقول لكم ليه. عشان انا بتكلم بسرعه وبتكلم على طول، ما عنديش حاجه اصلا عشان امنتج الفيديوهات بتاعتي ليها. تمام. انا عارف ان المعلومه هتوصلك بالراحه كده احسن. يعني انا همنتج واقصص واعمل وكده، هاخد وقت، وكمان مش هعرف افيدك الفايده اللي هي. فانا برضو بديك الخلاصه وبعرفك الصح من غير مونتاج. تمام. فانت اتعلم المونتاج، وباذن الله في كورس مونتاج هينزل هنعلمكم في المونتاج. ولو انت لسه ما دخلتش معانا في الجروب بتاع الواتس، هسيب لكم رقمي تحت في الوصف، خشوا في الجروب. تمام. وباذن الله باذن الله عايز ناس صادقين بس في الدعم وكده. ماشي. فانا مش هطول برضه اكتر في الكلام، عشان لما تخش الواتس هتعرفوا كل حاجه، عشان ايه الفيديو ما ياخدش كوبي رايت عشان اليوتيوب وما يحذرلناش الفيديو ده. تمام. تمام. اهتم بوصفك، اهتم باستمراريتك في نشر الفيديوهات، نزل فيديوهات كتير بس ما تقفورش، اتكلمنا فيها في فيديو تاني قبل كده. تمام. واهتم بالعناوين بتاعتك والصور المصغرة والكلمات المفتاحية وكده. وهنعرفكم طريقة سهلة جدا ومبسطة في في الفيديوهات اللي جاية. تمام. طريقة سهلة ومبسطة انك تعرف تتعلم انك تكتب، ازاي تكتب الوصف، ازاي تكتب الكلمات المفتاحية، ازاي تكتب عنوان الفيديو، وهكذا. تمام. وبس كده، متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، عشان خاطر بإذن الله بإذن الله هينزل لكم فيديوهات كتير حلوة وفيديوهات هتعجبكم وحاجات بإذن الله. يعني ايه، هتعلي الريتش عندكم في الصفحة وهتنفعكم. فما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. بالحب ها. نخشوا على الحاجات اللي بعدها. استمر، انت الكسبان، محدش هينفعك، انت اللي هتنفع نفسك. اه، اهتم، اهتم بنفسك قدام الكاميرا. يعني طلع نفسك بروفيشنال. تمام. انتوا واخدين بالكم ان انا كل شويه عمال ببص لورا وبتاع، بحيث انا قاعد في محل وكده، فكل شويه ببص بشوف مين اللي معدي، بس عشان
محدش يكتب لي يعني تحت في الكومنتات. عايز الكومنتات بتاعتكم كلها ايجابيه، مش عايز كومنتات سلبيه. ولو دخلتوا عند حد برضه اكتبوا له كومنتات ايجابيه، تمام؟ ما تكتبوش اي حد كومنتات سلبيه خالص، عشان هتبقى انت السبب. لو انت مثلا كتبت لحد كومنت سلبي، تبقى انت السبب في فشله. يعني انا مثلا اهو داخل في منصه اليوتيوب وبصور وبعمل وبمنتج الفيديوهات وبعمل صور مصغره والعناوين والوصف والكلمات المفتاحيه والكلمات الدلاليه عشان خاطر الفيديو يظهر لك. ليه انت بعد كل ده، ليه بعد كل ده وتيجي رايح كاتب لي كومنت سلبي؟ ليه تكسر بخاطر الناس؟ انا بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله كل الكومنتات اللي بتجيلي حاليا ايجابيه كلها الحمد لله، ويا رب ديمها. تمام؟ فاي حد يخش يا ريت يكتب لنا كومنتات ايجابيه، واعملوا لايك واشتراك، عشان باذن الله باذن الله عايزين نوصل ل 3000 مشترك في اسرع وقت ممكن. وباذن الله هحاول اضغط على نفسي في نشر الفيديوهات، وانتظروا الجديد والجديد شديد، ونشوفكم فيديوهات جديده. معكم اخوكم عبد الله صلاح، منشئ محتوى تعليمي في اليوتيوب. وبس كده، لايك واشتراك، سلام.